مرحبا بكم متابعينا الأوفياء. باش يجيكم غير جديد اضغطوا زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش توصلكم الفيديوهات أول بأول. في أمسية آسيوية مثيرة، نجح النادي الأهلي السعودي في اقتناص فوز ثمين أمام غارمه الهلال ضمن منافسة نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ليحجز بذلك بطاقة العبور إلى المباراة النهائية. إلى مشهد احتفال طال انتظاره، وبعد نهاية اللقاء تصدر الجزائري رياض محرز عناوين التصريحات، حيث عبر مدرب الأهلي الألماني ماتياس عن إعجابه الشديد بمستوى النجم الجزائري، مؤكدا أن رياض محرز كان رجل المباراة بالنسبة له رغم أنه لم يسجل، إلا أن أداءه الهجومي كان مذهلا وقد لعب دورا محوريا في فوزنا اليوم. فقدم رياض محرز لمحة فنية رفيعة وساهم بصناعة الفرص، وأثبت مجددا قيمته كرئيس أساسي في كتيبة الأهلي، مما يعزز أمال الفريق في التتويج.